كره الزيد على الفرض معناها شي حدوا لك مولانا انه فرض لا تزيد عليه. اسوصى في المسح واسوى في الغسل. إذا قال لك عضو وفي قاع رواية انك إذا قال لك مولانا اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرأة اغسلوا وجوهكم باطنتم ومسحت وجهها، انت مجنون. مولانا قال لك الغسل ما قال لك المسح. إذا قال لك امسحوا على برؤوسكم وباطنتم وغسلت راسك، انا قهارك نهار حامل يوم مثلا، ولو انت تواضع ينحط راسك مولانا قال لك امسحوا رؤوسكم وقلت انا بعد اليوم في يصقي الى بالمغرب يا ابويا وفوعتوا على راسك، اما المبقى يتقاطر. مولانا قال لك امسحوا ما قال لك اغسلوا. إذا لا تزيد على حد الله الذي حدد لك. إذا قال لك امسح لا تعدل ما هو المسح، ولا قال لك اغسل لا تمسح، لا تعكس الموازي. كره الزيد على الفرض لدى مسح معناها مكروه لك تزيد على الفرض، أسوى في المسح وأسوى في الفرض على الذي حدد الله لك، فلا تزيد ولا تنقص. واضح الكلام؟ أيوة. وعاجز الفور بنا ما لم يقل. وعاجز الفور ارجع لنا الصقاعي قلت كلامه ذوك الماضي وماله قال الفور ودلكم قال انها عنكم الصلفور اللي قلت لكم وبين معناها العجله ان حد يتوظف بالعجله. إذا عدت ما عجل قال يكفي تفصيل. إذا عدت بيك اللي ما عجلت في أعضائك ينبسوا بيك اللي انت شيباني ما تتحرك منك عضو ترتعد والله تهتهت والله ما معروف مرتك منها والله عاجز بيك اللي ما غريش تدفق إلا تم عندك ما هي كافيتك إن قالت قد جات عن زلاطمتها والله الشيء مالك عجز والله خلقته مردة مثلا غير عادية. قال لك عاجز الفوري معناها يلعب جيت انك لا تعجل فوق عجزت بك اللي طرات لك مردة ما عندك ويشي بنا ما لم يطل. انا هنك ذاك وذوك ما يخسروا اذا دفق المغرج يقول لواحد السلام عليكم هلا يقول الماء يمشي ويصبها لك ويجيبها لك. لكن اللي فوت معفي عنك فيه ما حد ما فات طوال معناها عاد يصل من الوقت به الطول معناها عاجز الفوري بنا ما مش تخرص قبل واحد حول يتخرص انتشر يلقوا متقوم ولا نفسه من التخراص ما يحرق عود ما بدأ الواحد لو ذاك العود شنو بالكم اللي ينقالكم هذا من لغبة يخلي أهله ما هم صالحين للدنيا ولا الآخر. عاجز الفوري معناها اللي عجز عن يعجل فوضوه بسبب مردة ما عنده فيشي. قال بنا ما لم يطل بنا معناها شنو معناها لا يتالبته لكن فوت كان صالي بطل عليك ويخسر وضوه يا غير بما أنك عجز ما عندك فيها حول بنا معناها يتم تابعته ابني معناها دير بركايتك لا تحضر غير أسوأ طوال عليك الانقطاع. ما لم يطل معناها كون إذا قاع من هذا المشيت المطيور يجيب لك المغرب ارقد وفات عليك النهار حاكم كراعك ما ريت امه هاي لا طوال الصاء ويلك. قال ايه ايوه بنا ما لم يطل يفتني اعضاء بي 8 كأنه قال له حد سؤال قال له انت الطول عندك شنو يا ابن عاشر قال بيبسي لأعضاء في زمان معتدل معناها علامة هذا طوال يعني يبسوا أعضاءك بشرط يعود مولي الزمن معتدل وانت معتدل. زمن معتدل شنو معناها انك انت العاد النهار مطلوب سريفي وانت متقابل معاه مالك في ليلة مستدفي تجد ما حدك ما زد تقول له اعطيني المغرج لا هي بسعضوا به اللي ريح مطلوبه. كذلك كما العاد الزمن زمن الشتاء والله نهار حامي يقد يمشي عنك ويجي السينكين ويرجع لك ويلحق عضو ما هاتي بس به اللي قلت الرياح تأدي العضو يجد ظل مبلول وكثرة الرياح يبس قاع بالعجلة. إذا الله بيبسي لعبة في زمان معتدل ما هو حمان يجعل يقع ما يبس ولا هم اللي يلقيه في الرياح يبس يقع بالعجلة لا في الوسط. كذلك ما اللي يعود شخص معتدل ما هو شيباني لأن رجعه تعود صحاحة نفسه يعود يبس هم اللي فيه مكينة ترشفه بالعجلة ونعود سيكينة كهر شيباني يعود يقع يولي المقاع يلود البليدة ما هو جابر شيء يدخله. لا بد من اعتدال في الطبع واعتدال في الجو. ايوه نعم تشكر فرضه بطول النفع ايوه الصجاتنا قاع رواية اخرى هم اللي يصبوا يا غير دمو الامام الصيوب عنه قال من درقاع الى عادة لقاش انساق بيلقاع راسه ما مسح لي والله انسى واحدين من اعضاء وضوء الواجبة معناها الفرائض قبيل انسى واحدة منه. قال ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله معناها انك إذا تذكرت وجهك انساهي قاع ما قصرته والله لمعة بقات من وجهك والله يديك الى المرافق والله ذاك الواجب عليه ولا فطنت لها ما هون ينعاد مع الصباح. انا كنت نعدل بينتين كنت نبني مصوت واهرب قاع طشه من السموه لا اصقع على جناحي المقاع ما وخاض عليها يوم
قال لك معناها انك واحد من اعضائك منقصي. خرص يلعب فتصلي لكن يصلى ما يخالف بها اللي صليت وابوك ما فتم ولعت ما فتصليت ما هي مشكلة. اقصل بلد هذا اللي قلع عنك في القشر وصب الماء على ذيك البليدة بنيت انها فريضة وصليته لمرته. قال ذاكر فرضه بطول يفعله معناها يعدلوا طول الفريضة ولا يطول عليها لا يقصد ذاك العضو لا غديره إلى عاد فصلى الصلاة بطلت والمهم انه هو المطلوب منه لا يقصد